لو ابنك عنده انيميا مش بتتحسن، مغص متكرر في بطنه مش بيخف على اي دواء، هرش في فتحه الشرج او في منطقه الشرج، او بنتك بتهرش قدام، المشكله مش في المعده خالص، المشكله ان بنتك ممكن يكون عندها ديدان. في الفيديو ده هقول لك ازاي تعرفي ان ابنك عنده ديدان، ازاي بتنتقل العدوى، هل تحليل البراز دايما بيكشفها، ايه الصح وايه العلاج، وازاي تمنعي رجوعها نهائي. ايه اعراض الديدان عند الاطفال؟ مش كل طفل عنده ديدان هيقول لك يا دكتور انا عندي ديدان، لكن في علامات بتخليك تشك ان الطفل عنده ديدان. لو وجع في البطن متكرر، الطفل بياكل كويس ومع ذلك نموه او وزنه ضعيف، انيميا مش بتتحسن رغم العلاج، ميل للقيء او الترجيع باستمرار، عسر هضم وانتفاخ، والعرض الاشهر حكه شديده في منطقه الشرج بالذات بالليل. ليه بالليل؟ لان الدوده الدبوسيه بتنزل وقت النوم وتحط البيض حوالين فتحه الشرج، ده بيعمل حكه مزعجه جدا وارق وقله نوم. مع كثره الحكه الطفل ممكن يبدا يجز على اسنانه وهو نايم، وده بنشوفه كتير في الاطفال، او الامهات بتقول لك يا دكتور الطفل بيجز على اسنانه وهو نايم بالذات مع الدوده الدبوسيه. ولو الحاله شديده ممكن تاثر على النمو وعلى الشهيه وتعمل اعراض انيميا. طب نتاكد ازاي ان طفلك عنده ديدان؟ اول خطوه هي تحليل البراز، بس خلي بالك ممكن الطفل يكون عنده ديدان والتحاليل تطلع سليمه. ليه؟ لان البيض مش بيظهر في كل عينه، ممكن طفل يعمل عينه ما يطلعش فيها بيض ديدان خالص. عشان كده لو الشك كبير بنكرر التحليل اكتر من مره، واحيانا لو ما ظهرش في التحليل وما زلنا شاكين بنعمل مسحه من حوالين فتحه الشرج، خصوصا لو الدوده دبوسيه. في حالات كتير الام بتشوف الدوده بعينيها، ودي بنشخصها بان احنا قلنا ديدان بالمشاهده. الام تشوف الدوده في البراز او في الحفاضه او في الملابس الداخليه، وبعدها وبناء عليه ندي علاج ديدان من غير تحليل. العدوى بتحصل ازاي؟ العدوى بتدخل عن طريق الفم من اكل او شرب ملوث ببيض الديدان. اشهر سبب او اشهر طريقه ان طفل عنده ديدان حك بايده منطقه الشرج، بعدها لمس الاكل وكاله تاني، او اخوه خد منه سندوتش وكاله، فالعدوى تنتقل لاخوه. فعدم غسل الايدين بعد الحمام، الاكل خصوصا في حضانات او في اماكن مزدحمه، خضار او فاكهه مش مغسولين كويس من اماكن نظافتها مش مضمونه ممكن تبقى ملوثه بالبيض. عشان كده غسل الايدين كويس، غسل الفاكهه والخضار جيدا قبل الاكل من اشهر اساليب الوقايه. العلاج، اهم نقط في العلاج، ما تعالجيش الطفل من نفسك، ما تجيبيش شربه من نفسك، لان لازم الاول نعرف سبب الديدان، لان كل نوع ليه علاج مختلف. حتى لو ادويه الديدان واحده، بس كل نوع ليه طريقه معينه في العلاج. بعض الديدان بندي جرعه حاليه وبنحتاج نكررها تاني بعد اسبوعين، وبعضها ما بيحتاجش تكرار تاني. عشان كده لازم اكتب لنا في التعليقات ايه شكوتك، ايه شكوى طفلك، ايه التحليل بتاعك، ايه نوع الديدان اللي عندك، وعمره قد ايه، واحنا نكتب لك علاجه المناسب. عشان نمنع رجوع الديدان خالص، اول حاجه عالج افراد الاسره كلها. لو لقيت طفل واحد عالج اخواته، عالج باباه، عالج مامته. اغسل الايدين كويس بالميه والصابون قبل الاكل وبعد الحمام. قص الاظافر باستمرار. غسل الملابس الداخليه والملايات بميه سخنه مغليه اثناء العلاج. غير الملابس الداخليه يوميا. اغسل الفاكهه والخضار كويس. قلل الاكل من الاماكن مش مضمونه. تغيير الملايات بانتظام. لو الطفل عنده حكه بنكتب لها مرهم راسب ابيض وعلاج خارجي بيقلل من الحكه ديت. اهم حاجه ما تشتريش علاج من الصيدليه وخلاص، اعملي تحليل، راجعي طبيبك، او ابعتي لي هنا في الكومنتات وانا هجاوب عليك. دمتم سالمين، السلام عليكم ورحمه الله.